أمين، لو نضع الجزائر في كفة والمغرب في كفة أخرى، كلا البلدين قدما ملف الترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2025. كلا البلدان مقبلان على مسابقتين، واحدة للجزائر خاصة بالمحليين والثانية للمغرب خاصة بكأس العالم للأندية. هل التأثير الحاصل للجزائر قبيل انطلاق؟ قلت عماد، هناك الكثير من الإشاعات والأخبار المغلوطة التي جاءت في هذا الوقت بالذات، وهو أمر دبر بليل كما قلت. هذه الإشاعات ليست بريئة، جاءت في هذا الوقت بالذات بالرغم عن بغض النظر عن مصدر هذه الإشاعات، ولكن تبقى هدفها التأثير على تنظيم الجزائر لمنافسة الشان. الحديث عن ملف الجزائر يقودنا أيضا للحديث عن الملاعب الجاهزة التي تزخر بها الجزائر في الوقت الحالي. لدينا ملاعب في كل المناطق تقريبا، في انتظار باقي الملاعب التي ستكون جاهزة قبل نهاية السنة المقبلة. هناك أيضا يجب على الجزائر أيضا أن تضع في حسبانها أن هناك من يريد زعزعة استقرار، كما قال مصطفى مازا، زعزعة الاستقرار على الجانب الرياضي والجانب الجوانب الأخرى. شاهدنا هذا الأمر في الرياضي ينعكس على الجانب الاجتماعي. انا شفنا مباراه تاعنا، اسمح لي تفضل قطعتك. انا شفنا مباراه التحكيم هذيك منا كيفاش تاثرنا احنا كمحللين ولا كمتتبعين، تاثرنا بقينا نستناو كيفاش تكون رده فعل تاع الكاف ولا تاع الفيفا. بقينا بهذيك الاخر من اخطاء متعمده تحكيميه اللي خرجتنا من المونديال. صح، ولكن هذه سلكنا من المونديال وجينا لهذه الاشاعات التي جاءت في هذه الوقت بالذات. مصطفى مزح حب يشير لك الامر مهم، وهو تذوق الجزائري لكرة القدم، هو متنفس الوحيد بالنسبة للجزائريين. مصطفى مزح ربما اردت الاشارة الى هذا الامر. لا اكيد اسمح لي. انا حبيت نقول لك، مشيت في نفس السياق، قلت لك ان الامر الرياضي هذا ينعكس على الامر الاجتماعي، لانه كل الشعب الجزائري يعشق كرة القدم ويتنفس كرة القدم. هي أفيون الشعوب اليوم 45 مليون من تظاهرة عالمية كبيرة مثل قطر، راهي تأثر على تأثرنا احنا، ما نكذبش عليك، حتى خلاص كأس العالم باش تنفسنا شوية. لكن لما كانت كأس العالم احنا دائما نمثلوا فينا. لو كان الجزائر، الاخر يقول لك لو كان ما كانش، الاخر يقول لك لو كان يروحوا بعيد، الاخر يقول لك راح نديروا كوب دي موند، الاخر يقول لك هكذا، الاخر يقول لك قاسم. قاعدين في نفس في هذاك لو ميم ساك ندوروا علاش هذاك عدم التأهل إلى المونديال أثر علينا معنويا، أثر علينا نفسيا، أثر علينا اجتماعيا، أثر علينا من كل الجوانب. لهذا نقول لك أنه كرة القدم اليوم يعشقها الصغير والكبير، يعشقها الراجل والمرأة. لهذا نقول لك أنه لما تكلمني تقول لي إحنا عندنا مدرب وعندنا الآخر، لكن الأمر السياسي، الأمر الدبلوماسية عندها دور كبير باش تمشي الرياضه. علاش هذيك الجهه هذيك راهم ماشيين في المشاريع تاعهم؟ لانه كل شيء يمشي. عندهم ناس مؤثرين في الهيئات الكرويه، سواء الهيئات الافريقيه ولا العالميه، مؤثرين. وهذا واش يخصنا فيه؟ هاو المشكل تاعنا حنا قاعدين نضربوا بيناتنا. هذا نحي هذا، يجي هذا ينحي هذاك في الاخر، يجي الاخر ينحي 9 ولا 10، يبعث مراسله ينحيهم كما راهم، وما كاش ناس اللي تخلف هذوك تشوف الناس تضارب هنايا، والناس راهي تمشي في المشاريع، والناس راهي تكبر في المنتخبات تاعها، وراهي تدي في الالقاب، وراهي تدي راهي تدير في التكوين على المستوى الفرق الوطنيه، وراهي تمشي. وحنا تشوف السياسات تاعنا ما كاش. لازم نقولها بكل صراحه، ما كاش، سواء هنايا محليا ولا حتى دوليا. واضح مصطفى مزا. مشاهدينا، وصلنا لنهايه الجزء الاول من البرنامج، فاصل قصير ولنا عوده، لا تغيروا المحطه. اهلا بكم مجددا على هذا الملعب قبل منافسه مثل هذه. مصطفى كان لاعب ويقدر يأكد لنا هذه الأمور. لا تستطيع أن تحتضن مباراة أو دورة وتكتشف أرضية الميدان مثل منافسك. هذا يدخل في أمر غير منطقي وغير معقول تماما. لذلك كان على السلطات أن تبرمج لي بوغرة ولا على الأقل مباراة واحدة حتى نكون. مصطفى قال لك كرة القدم هي أفيون الشعوب، هذه كانت من قبل. اليوم كرة القدم هي سلاح ناعم للدول يا عماد، لم تكتفي بمقولة أفيون الشعوب بل سلاح ناعم. إذا أردنا يا عماد، نحن في الجزائر حقيقة استثمرنا في الملاعب، وأنا قلت لك بأن الأفارقة سوف يكتشفون مستوى جد راق في هذا الإطار من حيث المنشآت الرياضية التي جهزتها الجزائر. لكن يا عماد، أي نعم استثمرنا في 5 ملاعب جد راقية من حيث التصميم والمنشآت الموجودة، لكن على حساب
ماذا؟ لقد أهملنا الاستثمار في الرجال يا عماد. أي نعم، جميل أن نبني ملاعب جميلة، والأجمل أن نستثمر في رجال يكونون بمستوى هذه الملاعب. إذا في القول بأننا نملك أحسن ملف، نعم نملك أحسن ملف على الميدان، لكن إفريقيا لا تعترف بالميادين، ولدينا العديد من الأمثلة. الجابون يا عباد عندما أزاحت الجزائر في 2017 لم تكن أحسن منا من حيث المنشآت، لكن علينا أن نأخذ الدرس. اليوم إذا أردنا أن نفوز بهذه الدورة أو تلك، جميل أن يكون لدينا ملعب اسمه نيلسون مانديلا، والأجمل أن يكون لدينا رجال بمستوى نيلسون مانديلا في الكاف يا عماد. استضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 أمين. هناك يعني الجزائر بالملاعب الحالية، بالإضافة في انتظار الملاعب الأخرى كملعب تيزي وزو وملعب دويرة اللذان يتواجدان في نهاية الأشغال، تكون الجزائر يعني عماد قد وصلت لمستوى كبير من ناحية جاهزية الملاعب، في انتظار أمور أخرى التي لا يمكن إخفاؤها كأمور الفنادق والأمور المركبات التي يجب على الجزائر أن تكتسبها من أجل تقديم ملف ترشح كأس منافسة كأس إفريقيا 2025. هناك بعض الأمور، يعني هناك دفتر شروط يجب على الجزائر أن تقتدي به من أجل النجاح، بالإضافة للكواليس التي ستكون كمعيار من أجل اختيار البلد المنظم الذي سيحتضن منافسة كأس إفريقيا. دفتر الشروط يحتوي على يعني عدد مناسب للملاعب، بالإضافة إلى أرضيات تدريب لكل منتخب للتدريب، بالإضافة إلى الفنادق التي يجب أن تكون مهيئة. أظن شخصيا أرى أن هذا مشكل الفنادق الذي تعاني منه بعض المناطق التي توجد فيها الملاعب كملعب تيزي وزو. يعني ملعب تيزي وزو الأمور ستكون صعبة نظرا للمنافسة الشديدة التي ستكون في هذا الأمر على مستوى فريق الكاف. أكيد. والأمور شخصيا أرى أن الكواليس هي الكلمة السر في كل هذا الموضوع. واضح. أمين مصطفى ماذا تخيل معي أنه ملعبي 5 جويلية وتيزي وزو غير مدمجان في الملف ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات الكان ووضعت كملاعب بديلة، هذا ما يدل احتياطية أقول، هل هذا ربما يدل على قوة ملف الجزائر من حيث البنى التحتية؟ لا، ما يهمش. اكيد انه في افريقيا وما نعملش بالدفتر الشروط. لا، من حيث البنيه التحتيه ربما ملف الجزائر قوي. من حيث البنيه التحتيه نقولوا هذه ثم نروحوا للجزائر. شوف، من حيث البنيه التحتيه الجزائر واجده. لما نتكلم لك على الملاعب، على الملاعب تدريبات، يعني ملاعب لجوار الملاعب الرئيسية، نتكلم لك على الفنادق، نتكلم لك على المطارات، نتكلم لك على النقل، نتكلم لك على لخص كل شيء فريد. لنتحدث عن تاريخ هذه الدورة فريد مطاوي وعن البلدان التي نجحت في الحصول على شرف الاستضافة. لو تشطرني الرأي ربما ما عدا مصر ما عدا مصر ولا بلد نجح في استضافة هذا الحدث مؤخرا، يعني في 20 سنة الأخيرة بأفضل طريقة ممكنة، والدليل الكاميرون التي كانت آخر من استضاف الدورة، والنتيجة فضائح ومهازل بالجملة. ضف إلى مصر جنوب إفريقيا يا عماد، ما دام قلت 20 سنة. 2010 جنوب افريقيا كانت 96 من 2010 المونديال. لا مونديال 2016 لا 96 في اخر 20 سنه ما نقيسوش ما زلت تفهم. لا ما نقيسوش جنوب افريقيا. لا يعني انا قصدت 2012 يعني 2012 لم تكن بذلك. حتى جنوب افريقيا تتمتع بمنشآت رياضيه. صحيح. شوف يا عماد، لو عدنا الى انه الملاعب تكون مغطاه. لا المغرب لا تمتلك هذا العدد من الملاعب المغطاة يا عباد. لا تملك ملاعب مغطاة اصلا. لا، عندها ملعب واحد نصف مغطى. لذلك يا عباد انا اقول واعيد واكرر بان افريقيا اي نعم تضع دفتر الشروط، لكن في الواقع هي تكفر بذلك الدفتر. يعني شيء يا عباد، هذه المعادلة الغير سوية، كيف نبني ملاعب ونسحب رجال من الكاف؟ لا نستطيع أن نذهب يعني إلى الأمام قدما. علينا الاعتماد على من بنى الملاعب وليس على من سحبها. علينا أن نستثمر في الرجال بموازاة بناء المنشآت يا عباد، لأن إفريقيا مثل ما قلت لك لا تقر ولا تعترف بتفوقك ميدانيا. إفريقيا تعترف بالكولسة، إفريقيا تعترف بأمور تعترف بأمور تحت الطاولة. وللتصحيح يا عماد، يكثر كثيرا مصطلح الكولسة، والبعض قد يفهم هذا المصطلح على أساس أننا يعني نناشد السلطات الجزائرية أن تدخل في عمليات بيع وشراء. أبدا يا عماد، الكولسة هي أن نمتلك رجال
يستطيعون أن يقومون بعمل جبار وراء الستار مثل ما تقوم به كل الدول الإفريقية. منذ قليل عندما قال مصطفى بأن الكاميرون يحاول الضغط على السلطات الجزائرية يعني حماية أكثر للمنتخب الكاميروني، لماذا يا أخي هذا الكلام؟ الكاميرون سوف تحضر مثلها مثل بقية المنتخبات الأخرى والوفود الأخرى، والأمن متوفر في الجزائر للكاميرونيين ولغير الكاميرونيين، لذلك سوف لن ينال المنتخب الكاميروني تعزيزات أمنية أكثر من حتى تاريخيا غيره. لم